نصيحة للبنات، لو انت مخطوبة خدي وقتك في الخطوبة، ما تستعجليش على الجواز. يعني خدي سنة سنتين، ما تتجوزيش في شهر وشهرين. اعرفي البني ادم ده بخيل ولا لا، اعرفي اخلاقه عاملة ايه، اعرفي ممكن يمد ايده ولا لا. هتعرفي من فترة الخطوبة. لسانه طويل ولا لا، ممكن يشتمني، ممكن يحصل منه لفظ، لازم يحصل بينا خلافات. اشوف في الخلافات عامل ازاي، هل بيمسك اعصابه ولا هل بيغلط ولا هل ايه بالظبط. لازما اعرفه، وهو برضه نفس الكلام لازما يعرفك. فسواء هو يعني ست او راجل، لازم ياخدوا وقتهم في الخطوبه عشان هو يعرفها وهي تعرفه كويس، ويعرفوا طبع بعض، عشان ما يتفاجئوش بعد الجواز ان طباعهم مش مناسبه لبعض، او يطلع بخيل، او يطلع مد ايده، او يطلع بيشتم، او يطلع اي حاجه. وما تستعجليش دايما يلا نتجوز ان شاء الله في اوضه، لا. خدي وقتك وهات لي شقه وهات لي عفش، واستحمل واصبر. المشكله بعد عشان ايه؟ ما يحصلش ايه بقى، ما يحصلش طلاق، ما يحصلش ان احنا بعد ما الفاس تقع في الرز زي ما بيقولوا، نخلف عيال وبعد كده ايه، لا احنا اكتشفت ان هو في عيوب، انا اكتشفت ان هو كذا، وبعد كده نبقى عايزين نطلق. خدي وقتك في الخطوبه.